سلام البنات، سلام العائلة، كنتمنى تكونوا كلكم لاباس عليكم وفي صحة جيدة. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الوصفة معروفة عندنا بمناسبة قدوم شهر رمضان. اليوم غادي نشارك معكم وصفة سلو او سفوف على حسب كل واحد شنو كيقول لهم. ومع اقتراب شهر رمضان بغيت نقول لكم رمضان مبارك سعيد. الله يدخلوا عليكم باش ما تمنيتوا يا ربي. واجوا معنا نشوفوا المقادير اللي غنحتاجوا ليهم. وهنا على بركه الله كنحتاجوا الكيلو ديال الزنجلان، نقيناه وغسلناه وخليناه ينشف. وكذلك كنحتاجوا الكيلو ديال اللوز. بالنسبه للزنجلان كنخليوه يتحمر في مقله على حسب الرغبه ديالكم، ولا بغيتوا تخليوه يتحمر في الفران، المهم يكون على عافيه مهيله باش ما يتحرقش. وهنايا خدينا نصف الكميه ديال اللوز، حنا سلقناه ومن بعد خليته كيتقلى كياخد اللون ديالو وكنخليه في الجنب. واما بالنسبه للنصف الثاني كنخليه بالقشور ديالو وكنقليه في الزيت، وكنوضع من الفوق بعض الحبات مقشرين باش كنعرف واش خدا اللون ديالو تحمر ولا مازال، هكا باش كيجينا السلو ديالنا مهرمش وزوين، يعني كيكون فيه ديك التعليكه وفي نفس الوقت كيكون مهرمش. وهنايا كنتقلوا باش كنحمروا الطحين. هنايا انا كنحمروا في الكوكوت يعني جدر الضغط. وهنا كناخذوا معلقه صغيره من الطحين كنضيفوا عليها القليل ديال الزيت باش كنتاكدوا باللي راه حصلنا على اللون المناسب ديال الطحين. وهنايا انا كنتقل باش نوجد الزنجلان. كما كتشوفوا نصف الكميه درتها في الهاشوار باش يتهرمش، والنصف الثاني انا طحنته مزيان حتى تعلق وطلق الزيت ديالو. وكذلك هنا عندي الزبده انا خليتها كتذوب وكنخليها تبرد. وهنا كما كتشوفوا كنحتاجوا النافع وحب حلاوه، نقيتهم غسلتهم وحمرتهم واحد شويه. وكما كتشوفوا هذا هو اللوز اللي قسمت على جوج، نص بقشورو ونص بلا قشور، يعني نص مهرمش ونص معلق. وكذلك هذا هو الزنجلان، نص معلق ونص مهرمش. وكذلك هذا الطحين بعد ما حمرته. وكذلك هادو هما بقية المقادير. كما كتشوفوا كنحتاجوا النافع وحب حلاوه، وكذلك كنحتاجوا القرفه بودره، وكنحتاجوا شويه ديال الكوزه وشويه ديال المسكه الحره انا طحنتها مع شويه السكر. وهذا اللوز كنحتاجوه للتزيين، وكذلك هذا العسل اللي بغى يدير السكر وشويه ديال ما الزهر، وكذلك الزبده اللي ذوبتها. بالنسبه لهاد المقادير البنات انا درت كيلو ديال اللوز، كيلو ديال الزنجلان، وكيلو ديال الطحين، يعني تقريبا كيخرجوا لينا 3 كيلو ديال السفوف. هنا كنبدا نخلط المكونات الاولى يعني اللي كيكونوا ناشفين. طحين، ضفت اول شيء الطحين وضفت عليه سمسم او الزنجلان كما كتشوفوا. وكذلك كنضيف اللوز حتى هو على المكونات. وهنايا كما كتشوفوا خواتاتي انا ضفت القرفه الباودر، وكذلك كنضيف شويه ديال الكوزه، ما كنكثروش بزاف. وكذلك هنا كنضيف النافع وكذلك حب حلاوه وكذلك المسكه الحره اللي طحنتها مع السكر. ودابا كنبدا كنخلط المكونات اللي ناشفه هي الاولى، كنخلطهم مزيان بيديا. وهنايا كما كتشوفوا البنات انا ضفت الزبده مذوبه
وهنا كذلك انا ضفت العسل على حسب الاختيار ديالكم. انا ما كنديرش في السفوف السكر، كندير العسل. وطبعا العسل على حساب الحلاوه وعلى حساب التعليكه، كاين اللي كيبغي السفوف يكونوا ناشفين وكاين اللي كيبغيهم يكونوا معلكين. وهنايا البنات انا ضفت القليل من ماء الزهر باش كتكون فيه واحد النسمه زوينه، وكنستمروا كنخدموا الصفوف ديالنا مزيان بيدينا كندلكوهم. وهنا انا ساليت البنات الصفوف ديالي كما كتشوفوا كيجيو معلكين. وهانتوما الغزالات، هذا هو الشكل النهائي ديال السفوف او السلو على الطريقه المغربيه اللي شاركت معكم اليوم. كنتمنى يعجبكم بزاف. كما كتشوفوا جا معلك وجاي فيه اللوز والزنجلان مهرمش، والمذاق ديالو ما نقولش لكم البنات. بالنسبه للمحمات كنتمنى تسمحوا ليا، وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم. ما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم والاشتراكات ديالكم باش ان شاء الله تفعل لي القناه. ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله، وشكرا لكم بزاف.